بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، ونحن في محور جديد بعنوان عداء السلفيين للرسول عليه الصلاة والسلام. والبخاري إمام السلفيين يطعن في خاتم النبيين، ونحن مع الحلقة الثامنة وتعتبر الثالثة من هذا المحور، وعنوانها اغتصاب. لأن البخاري يأتي برواية مفادها أن النبي عليه السلام حاول أن يغتصب امرأة. هو طبعا لم يقل هذا صراحة، ولكنه طبقا لمكره ومهارته في سبك الأكاذيب جعل المستفاد من هذه الرواية هو أنه أراد أن يباشر جنس مع امرأة بدون زواج. لا يبدو في القصة أنه تزوجها، وأنها رفضته وسبته. طبعا هذا الكلام ليس من عندي، وإنما أعوذ بالله أن أتخيل أن هذا يحدث لخاتم النبيين. فكما قلنا من قبل أن هناك شخصية حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن الكريم ذكرها رب العزة ونحن نؤمن بها، وهناك شخصية خرافية كاذبة كتبها البخاري وغيره من أئمة السلف في الفقه، في التاريخ السني وفي الفقه السني، في الأحاديث السنية. ونحن نعيد ونؤكد ونكرر أنه لا يمكن أن تؤمن بما جاء في القرآن وأن تؤمن في نفس الوقت بما يخالف القرآن، لأن العقيدة لا تقسم على اثنين: إما أن تؤمن بما جاء في القرآن الكريم وتكفر بما جاء في البخاري، وإما أن تؤمن بما جاء في البخاري وأن تكفر بالقرآن الكريم. وفي نهاية الأمر أنت حر في هذا وذاك، وموعدنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن موقف المؤمن بالله جل وعلا وكتابه ورسوله أن يوالي الله جل وعلا ورسوله. من هنا فنحن نوالي ما جاء في كتاب الله جل وعلا، نوالي رب العزة ضد من ظلمه هو البخاري وأئمة التراث. وكما نوالي الله سبحانه وتعالى فإننا نعادي ونتبرأ ونخاصم ونستهزئ ونحتقر ما جاء طعنا في خاتم النبيين في كتاب البخاري وغيره. في حلقتين سابقتين تحدثنا عن كيف زيف البخاري أحاديث تجعل النبي يقضي ليله ويومه في جماع أو في علاقة جنسية لا تنقطع مع أزواجه، وأنه كما قال أعطي قوة 30 رجلا في الجماع. ثم أنه في الحلقة التالية كان يخلو بالنساء الأخريات مع أم حرام في غيبة زوجها، ومع أم سليم إلى آخره. يعني كان يقضي وقته مع النساء. لا يكتفي البخاري بهذا، وإنما يأتي برواية أخرى في الجزء السابع صفحة 53، وفيها أنه جيء له بامرأة لكي ينام معها غصبا عنها فرفضته. هذا الحديث السيء المقيت الموجود في الجزء السابع صفحة 53 نقرأه من هنا في باب الطلاق، كتاب الطلاق. قبله حديث يقول حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي استعاذت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجوني لم تدخلت على رسول الله ودنا منها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لا لقد عذت بعظيم ألحقي بأهلك. لا الرواية الأولى. وهنا بقى في الرواية بقى إن معناها إن هو كان متجوزها ومتجوزها غصب عنها لأنها رفضته. يروح جاي الشيخ البخاري وعامل ساكع رواية تانية بقى، وبعدين حتى بعد الرواية التانية يطلع عامل رواية تالتة برضو نفس الحكاية. أنا كما قلت من قبل أنه دائما يصيغ نفس المعنى في روايات مختلفة وينثرها في كتابه.
حتى تترسب في الذهن المعنى المقصود الذي يريد البخاري إدخاله في عقول الناس. الرواية الثانية بقى وهي الأصلية التي نعتمد عليها هنا في زعم البخاري وكذبه على خاتم النبيين وطعنه في شخصيته، يقول عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت حدثنا أبو نعيم عائشة قالت حدثنا أبو نعيم، ماشي، يعني البخاري يقول حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يعني بستان يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين يعني رحنا لبستانين تانيين فجلسنا بينهما، أو إلى حائطين يعني جدارين، المهم فجلسنا بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، قالوا اقعدوا هنا بقى انتم انتظرونا، دخل لوحده يعني. وقد أتي بالجونية، يعني جابوها له ازاي؟ مخطوفة طبعا، جاي غصبا عنها كما سيأتي فيما بعد، لكن يقول لك وقد أتي بالجونية، يعني أتي له بالجونية، أحضروها له، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومعها دايتها، الداية بتاعتها يعني حاضنة لها، يعني جابوها وحطوها في بيت، والبيت جوه بستان، وعلى زعمه ان النبي راح وخد معاه اصحابه وراح مقعدهم ودخل لوحده على الست الجونية. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت هبي نفسك لي. الله، اذا ما تجوزهاش، يعني لها اديني نفسك كده هبة. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ واحدة ملكة زي تدي نفسها لواحد صايع؟ السوقة يعني واحد صايع يعني. قال الراوي، طب الراوي فين؟ يعني الراوي اللي حدث الموضوع المفروض ان كل الناس كلهم النبي دخل لوحده والناس دول كلهم اتحطوا بين حائطين وقاعدين، يعني اللي حكى المشهد ده المفروض يكون موجود جوه، لكن المهم الكذب مش له رجلين. المهم ان هو بيحكي ان فلما دخل على النبي قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال الراوي فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، يعني حط له عليها فين بقى بالظبط، فوق تحت ما تعرفش. فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا، راح لهم بقى فقال يا أبا سيد اكسوها رازقتين وألحقها بأهلها، يعني اديها كذا وروحها البيت، روحها لأهلها. المستفاد طبعا أنهم جاءوا بهذه المرأة، ده من القصة يعني من الأكذوبة، بدون رغبتها، وأنه حاول أن يقترب منها وأن يعني مقدمات الجماع، فقالت له يعني أعوذ بالله منك، وقبلها قالت له يعني لما قال لها هبي نفسك لي فرفضت، لما رفضت مفروض ما يقربش، لكن قرب فقالت له عيب ما يصحش، ولما رفض قالت له هل تهب الملكة نفسها للسوقة. نتوقف مع هذه الأكذوبة في الجزء الثاني. أهلا بكم.